يلا بينا نعمل الزبادي في الحاجة بتاعة في المطبخ 2. مش هنلاقي اسهل من كده ولا اوفر، ومش هنشتري تاني من بره. يلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ونقول بسم الله ونعمل الزبادي في البيت. معانا كيلو من اللبن، معانا معلقتين كبار من النشا، حطينا عليهم شوية من اللبن، وهنقلب النشا كده معانا باللبن كويس. هننزل عليهم باللتر من اللبن كده معلقتين النشا، دوبناهم بشويه ميه، وهنقلب كويس تاني. بعد كده هنحطه على البوتاجاز ونستمر في التقليب لحد ما يغلي معانا. هنستمر في التقليب لحد ما يغلي معانا. اول ما يغلي معانا بالشكل ده هنطفي عليه. بصوا شايفين بالشكل ده كده. قبل ما يدي درجه الغليان دي. الحليب بتاعنا اول ما تقدري صباعك تحطيه فيه تقدري. بصي اهي كده قدرت. هنجيب بقى اي كوبايه زبادي عندنا. معانا هنا كوبايه زبادي جهينه، هناخد منها 3 معالق كبار. دي معلقه 2، دي الخميره بتاعتنا. عايزه اقول لكم يعني حاجه بتاعتنا احنا عاملينها في البيت واحنا ضامنينها. وهناخد شويه من اللبن. حطينا بقى شويه لبن على 3 معالق الزبادي اللي احنا حطاهم، بنقلبهم كويس. قلبناهم بقى كويس كده، هننزلهم على الحليب بتاعنا كله، وهنقلب كويس كده. بقى معانا بالشكل ده كده. بقى هنغرف في الاطباق بتاعتنا. احنا مشغلين الفرن، مسخنينه جامد، وهنقفله. مش هيبقى مش هيبقى مستمر شغال. احنا مشغلينه جامد وهنقفله على طول. هنغرف بقى بالطواجن بتاعتنا دي. عملت معانا 4 كوبايات و3 طواجن. بصوا ما شاء الله. هنحطها بقى ايه في الصاج بتاعنا. فرن اهو. احنا كده كده مسخنين الفرن زي ما قلنا لكم. هنحط شويه ميه سخنه في الصينيه كده من تحت. دخلناها الفرن اهو متسخن ومطفي بالشكل ده كده. هنسيبها بقى لمده 5 ساعات او 4، وهتلاقيها جميله معانا وهنوريها لكم. الزبادي بتاعنا اهو بعد ما خلص. احنا ما استنيناش اصلا، كلنا منه. شايفين؟ ما ننساش لايك وشير ونفعل الجرس في الحاجة بتاعنا.